شفت الاستاذ ده حصل معاه ايه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ شوف كده. السلام عليكم. في موقف حصل معايا كده على طريق مصر اسكندريه الصحراوي امبارح، فحبيت ان انا اعرف الناس بيه عشان لو حد حصل له نفس الموقف يخلي باله جدا. امبارح وانا جاي بالليل على الساعه 2 كده، خلصت شغل في القاهره وراجع على اسكندريه، في نص طريق الصحراوي شبه الكيسه بالظبط، محدش ياخد باله ان دي اصلا طوبه. دخلت فيها بكل سرعتي، الجنطه قطم، العربيه كانت هتتقلب، فضلت امسك في الطاره على قد ما اقدر، مسكت فرامل لحد ما مسكت على اليمين. الحمد لله عرفت اسيطر العربيه وقفت بيها. المهم اللي حصل ان الموضوع ما كانش خلص على كده. حبيت ان انا اعمل ثواب واروح اشيل الطوبه ديت. رجعت شلت الطوبه، كان معايا واحد زميلي حصل معاه نفس الموقف في عربيه قدامي تاني. لما رجعنا مع بعض رحنا شلنا الطوبه. قبل ما رحنا العربيه لقينا في حد بيعدي الطريق الناحيه التانيه. قبل ما رحنا العربيات ما لقينا ان الازاز اللي جنبي الناحيه التانيه مكسور بدي، كسر الازاز وكسر الازاز عنده وسرق حاجات من العربيه وهرب، عدى طريق الناحيه الثانيه ومشي. موقف وحش جدا، انت ماشي في نص الصحراء، الدنيا ضلمه جدا، الساعه 2 بالليل، مفيش حد هيقف لك، لا قدر الله كان معاك بيتك، معاك اولادك، معاك اي حاجه، الموضوع مش سهل خالص. الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا نبدل الكاوتشتين بتاعتي وبتاعت الباشمهندس كان معايا اسمه محمد سعد، راجل محترم جدا. غيرنا الفردتين وخدنا بعضينا واتحركنا، فضلنا ماشيين ورا بعض. طبعا احنا عملنا اختار بسرعه في النجده، وده اهم حاجه تعملها اول ما يحصل معاك موقف زي شبه كده. الكاوتشه وقفت، اي حاجه حصلت، مشكله في العربيه، في ساعتها تعمل اختار مع النجده عشان حد يجي يقف معاك يلحقك. الحمد لله الحمد لله وشكر لله ان الموضوع عدى وعدى على خير. حاجات اتسرقت مني قدر ما شاء فعل، وفي ده هي اي حاجه، اهم حاجه ان انا الحمد لله كويس، وان الراجل اللي كان معايا الحمد لله كويس، ومفيش حد فينا حصل له اي حاجه، هو مجرد حاجات اتسرقت من عندي ومن عنده. خلي بالكم يا جماعه، الناس اللي مسافره خلي بالها جدا، لا قدر الله اي حد حصل معاه حاجه زي كده ما يقفش لحد، ما يقفش لحد، ما يقفش لحد للمره ال50، ما يقفش لحد خالص في الطريق حد يشاور لك. في ميكروباصات او مشاريع بتقف للناس تركبها، انت ما تعملش ثواب وتقف لحد. انا بقول لك ده نصيحه لله، لان ممكن تقف لحد ويطلع حد مش كويس. الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا ما حدش فينا حصل له اي حاجه، والموضوع عدى بخير، ان احنا مجرد حاجات اتسرقت من عندنا الحمد لله، الحمد لله ربنا يعوض علينا. والجنط اتقطم، طبعا لازم يكون معاك استبن عشان تعرف تغير الفرده. وطبعا الازاز اللي اتكسر، فضلت ماشي الصحراوي كله الازاز مكسور عندي، تلكت على مواصلات اسكندريه، بس الحمد لله وصلت بالسلامه. ربنا يحفظكم يا جماعه، وربنا يخليكم لاهاليكم وترجعوا بالسلامه بيكم يا رب. السلام عليكم. تخيل الاجرام وصل ببعض البني ادمين انهم يحطوا حجر على طريق سريع، يعني عندهم استعداد يقتلوا عيله كامله علشان يسرقوا تليفون. في اجرام اكتر من كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله.